حريق المتحف المصري الجديد. لايك واشتراك وصلي على النبي في الكومنتات وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وكمل معايا الفيديو عشان اقولك ايه الموضوع ده من البداية للنهاية عشان تكون فاهم ومستقنيس. يلا بينا. دلوقتي 12 صور امبارح وللنهاردة عن صور للمتحف المصري الجديد، المتحف المصري الكبير وهو مولع، ورمسيس التاني مولع، ورمسيس ال11 مولع، والآثار جوه مولعة، والمدخل بتاع المتحف اللي هو نازل بمثلث ده مولع كله، زي الصور اللي انتوا شفتوها قدام منكم حالا. ايه بقى حقيقة الصور دي؟ وايه بقى طبعا ايه اللي بيحصل؟ هو حقيقي فعلا في حريق ولا لأ؟ احب اقول لك ان دي اشاعة، ومش اشاعة بس، ده الذكاء اصطناعي كمان هو اللي عمل الصور دي اللي سواها كده. طب مين له هدف ان الصور دي تبقى بالشكل ده وتتنشر وتبقى ترند كمان وتلف العالم كله؟ ايه السبب؟ السبب واضح جدا، يعني ان اليومين اللي فاتوا دول اصلا قبلها بيومين كمية الاقبال اللي جاي على المتحف المصري اقبال كبير جدا، خصوصا ان في منافسة كبيرة اوي ما بيننا وما بين بلاد بتدعي انهم عندهم آثار، يعني عندهم تاريخ وحضارة وحاجات من دي. ممكن يكون كل الدول ليها حضارة بس ملهاش إثبات على الحضارة دي، لأن مش كل الدول كانت بتدون كل حاجة ليها. احنا كان عندنا المعابد وعندنا المقابر وعندنا كل حاجة فيها رموز وفيها كل حاجة، يعني حجر رشيد لوحده ده كفيل ان هو يمحي اي تاريخ اي حد جنب منك، لان مصر تاريخها معروف وازدهار من يوم ما بقى في حاجة اسمها اصلا، بقى في حاجة اسمها بشر، وهم هم اللي فيه ازدهار. فكل ده حاجات اشاعات مغرضة لتسويق صورة مصر وصورة المتحف المصري وصورة حاجات كتير جدا. لكن احنا زي ما احنا وكل حاجة على وضعها، والمتحف المصري لحد النهاردة كان في زوار، وفي عدد جامد جدا من الزوار وسواح جدا، وعمالين يصوروا فيديوهات في قلب الاماكن، كلهم بلوجر وكلهم ناس مشهورة وكلهم ناس معروفة اللي في قلب الاماكن، مش ناس عادية يعني. فلما تيجي تقارن دي بدي هتلاقي في صورة محطوطة مولعة، وفي نفس الوقت في صورة واحد متصور ورافعها على اي حساب ليه من حسابات التواصل الاجتماعي، فانت هتعرف الحقيقة فين. فالحقيقة هنا ان مفيش اي حريق ولا في اي حاجة، وكل دي اشاعات وكل ده ترويج عشان خاطر احنا نقع ومصر تبقى صورتها وحشة، لان صورتنا بقت حلوة قوي الفترة دي، وربنا طبعا يخليها مكملها على خير. وربنا يحمينا جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.